التقرير ديال التشخيص دار في 2013. الصفقه كنا علنا عليها في 2011. التشخيص دار في 2013. ملي كيدار التشخيص في 2013 كيتبنى على نتائج الاحصاء ديال 2004. بمعنى ان حنا دابا عندنا المعطيات ديال 20 سنه اللي كانت في طنجه ما فيها لا ميتروبول ولا فيها حتى شي حاجه، كانت مازال مدينه ما بين المتوسط وما بين مدينه كبيره. كانت تقريبا 2004 كانت واحد 450 497 ألف نسمة هكذا، ما وصلش 500,000. مساء الخير. استقبلنا اليوم في مقر التجمع الوطني الأحرار مرصد حماية المآثر التاريخية والبيئة. نحيي هذه المبادرة ديال المرصد في هذا اللقاء التشاورية حول موضوع مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة، ونشكره على انفتاحه على الفاعلين السياسيين والمدنيين بخصوص هذا الموضوع الذي يخص مستقبل مدينة طنجة. كيف ما كنعرفوا فهذا الملف هو ملف استراتيجي، يعني لا يخص المتخصصين في التعمير بل يخص كل وكافة سكان مدينة طنجة، لأنه يرسم ملامح المستقبلية لهذه المدينة. كذلك ناقشنا مع المرصد ملف مهم جدا اللي كنعتبره بأنه واحد الملف متميز، وهو تصنيف مدينة طنجة كتراث عالمي إنساني. فأدعو جميع المتدخلين، جميع الفعاليات السياسية والمدنية في هذا الإطار على الدفاع على هذا الملف، لأنه سوف يزيد قيمة مضافة لمدينة طنجة، سيجعلها مدينة عالمية. أولا كنشكروا المنابر الإعلامية اللي رافقتنا في هذه الندوة يعني المتمثلة في استقبالنا للمرصد ديال البيئة والحفاظ على المآثر التاريخية في مقر حزب الأحرار بمدينة طنجة، من أجل تداول حول وثيقة التعمير اللي هي تصميم تهيئة ديال مقاطعات المدينة. وكان حوار ذو شجون واللي طرق فيه المرصد، وكذلك كان نقاش عام ما بين المناضلين والمناضلات اللي طرحوا أسئلة حول يعني المخرجات ديال تصميم التهيئة، شنو هو المآل ديال المآثر التاريخية في داخل تصميم التهيئة، كذلك المناطق الخضراء والبيئية داخل هذا تصميم التهيئة، واش تمت المحافظة عليهم، شنو هي يعني الضمانات الحقيقية والقانونية من أجل المحافظة على هذه المآثر وكذلك على هذه المناطق الخضراء. من جهة ثانية كذلك طرقنا طبيعة ديال التنطيق داخل هذه المناطق، هل راعى يعني الإلحاح على السكن في هذه المقاطعة، كذلك هل كانت هناك مرافق عمومية، طرقات تحافظ على يعني الرونق ديال الحضاري للمدينة، وكذلك تخفف من العبء ديال السير والجولان. وكانت مخرجات وتوصيات أخيرة اللي خرجنا بها في الندوة، اللي هي توصيات مهمة اللي عرفوها كذلك كملاحظات جوهرية على تصميم التهيئة.